مرحبا بكم. في هذه الحلقة سنتحدث عن سبب الخلافات والأزمة بين المغرب والجزائر. ولفهم جذور هذا الصراع يجب أن نعود قليلا إلى عام 1830 عندما احتلت فرنسا الجزائر. ففرنسا كانت ترغب في ضم مستعمرات جديدة بغرض استغلال ثرواتها البشرية واستنزاف خيراتها الطبيعية. وفي هذه الأثناء كانت تحكم الجزائر شخصية تدعى الأمير عبد القادر، الذي يعتبر واحدا من عظماء التاريخ، فقد كان له تاريخ حافل بالأعمال البطولية في مقاومة العدو الفرنسي، كما أنه يعتبر المؤسس الأول للدولة الجزائرية المعاصرة. مباشرة بعد وصول الجيوش الفرنسية إلى السواحل الجزائرية، قاد الأمير عبد القادر مقاومة شعبية ضخمة للتصدي لهذا الغزو الفرنسي الذي يطمع في احتلال أراضيه واستنزاف خيراتها. لكن سرعان ما انهزم الجيش الجزائري أمام فرنسا، فقد كان بسيطا وغير قادر على التصدي والوقوف أمام القوات الفرنسية، وبذلك تكون فرنسا قد احتلت الجزائر رسميا. وفي هذه الأثناء حين علم السلطان المغربي عبد الرحمن بن هشام العلوي بأن الجزائر قد تعرضت للغزو والاحتلال من قبل الفرنسيين، أمر مباشرة أتباعه بإرسال الإمدادات والمساعدات لأشقائه في الجزائر. فقام المغرب بإرسال السلاح والغذاء والمال للمقاومة الجزائرية، كما أنه استقبل المواطنين الجزائريين الفارين من الاستعمار الفرنسي ليؤويهم في أرضه ويفتح لجرحاهم أبواب مستشفياته، بالإضافة إلى مد المقاومة الجزائرية بأفضل محاربيه. وذلك لأن المغرب كان يؤمن ولا يزال بأنه والجزائر وطن وشعب واحد، وما يصيب الجزائر يصيبه أيضا. وللأسف موقف المغرب اتجاه الجزائر أصاب فرنسا بالسعار الشديد، فلم تكن أبدا تنتظر هذا الدعم الكبير من المغرب لجارته الجزائر. لذلك قررت فرنسا عقد اجتماع طارئ مع السلطان المغربي لتطلب منه التوقف عن مساعدة الجزائريين، وإلا فقد تكون العواقب وخيمة للغاية. لكن السلطان لم يستجب قط إلى تهديد الفرنسيين واستمر في مساعدة الجزائريين، بل ورفع سقف مساعدته أكثر فأكثر. وذلك ما دفع فرنسا إلى ممارسة المزيد والمزيد من الضغط على المغرب ومحاولة التخطيط لإسقاطه. فحدث ما كانت فرنسا تأمل في حدوثه. فبعد 14 عاما من الاحتلال الفرنسي للجزائر، وبينما كان الجيش الفرنسي يلاحق مجموعة من المقاومين الجزائريين، فر هؤلاء المقاومون إلى الأراضي المغربية. لكن في هذه المرة تجرأ الجيش الفرنسي ودخل التراب المغربي لملاحقة مقاتلي المقاومة الجزائرية، الأمر الذي أثار حفيظة السلطان المغربي واعتبره تماديا وتجرؤا على حرمة بلاده، وأمر جنوده بالاستعداد للدفاع عن وطنهم أمام الجيوش الفرنسية. لكن عندما علمت فرنسا أن المغرب لن يتراجع في مواجهة هذه الانتهاكات، أرسلت مبعوثا إلى المغرب لحل الأزمة بطريقة سلمية. استمرت المفاوضات طويلا بين البلدين، لكنها لم تؤدي إلى أي تسوية مرضية للطرفين. وهنا أرسلت فرنسا رسولا آخر إلى المغرب بتهديد بالحرب في حال لم يقبل السلطان شروط فرنسا، ولم يسلم الأمير عبد القادر والمقاومين لهم. ولكن وكما هو متوقع، لم يقبل السلطان بشروطهم ولم يسلم لهم المقاومين، الأمر الذي لم يرضي فرنسا، ودعت إلى حشد جنودها والبدء في مهاجمة المغرب. فاندلعت الحرب بينهما يوم 14 أغسطس من سنة 1844، وفيما سمي بعد ذلك بمعركة إسلي. لكن للأسف هزم جيش السلطان المغربي أمام الاحتلال الفرنسي، وتكبد خسائر فادحة على مستوى الجنود، حيث استشهد حوالي 800 مغربي مقابل 27 فرنسي. ويعزى هذا الفوز إلى قوة الجيش الفرنسي آنذاك، وإلى حداثة ترسانته وأسلحته العسكرية، وأيضا لأن فرنسا أربكت المغرب قبل ذلك عندما ضربت ميناء طنجة وتطوان وأصيلة في وقت قصير قبل بدء المعركة. كما أنها لم تهاجم المغرب إلا بعد أن علمت أنه لم يعد شديدا كما كان سابقا، فهي تعرف جيدا تاريخه الكامل من الانتصارات على المسيحيين، وخاصة الإسبان والبرتغاليين. فبعد الهزيمة القاسية على يد القوات الفرنسية، أجبر المغرب على توقيع معاهدة لالمغنية
والتي تضمنت شروطا قاسية جدا عليه، ومن بينها استيلاء فرنسا على بعض مناطق المغرب الشرقية وضم هذه الأراضي إلى الجزائر التي كانت مستعمرة فرنسية كتندوف وبشار، اللتين لا تزالان حتى يومنا هذا تابعتين للجزائر. كما منعت فرنسا على المغرب تقديم أي مساعدة للمقاومة الجزائرية، وتعمدت أيضا عدم تحديد الحدود بدقة بين الجارتين بدعوى أن تلك المناطق قاحلة وغير مأهولة بالسكان. وواصلت فرنسا ممارسة ضغوط مختلفة على المغرب ومحاولة إيجاد سبيل وسبب مقنع لاحتلاله، فاستمر الحال كما هو عليه. وتحت كل تلك الضغوط أجبر السلطان المغربي سنة 1912 على توقيع معاهدة الحماية الفرنسية المغربية، والتي بموجبها احتلت فرنسا المغرب، وكان ذلك على يد الجنرال الفرنسي أوبرليوطي الذي اعتبر أول جنرال مقيم في المغرب من قبل الاحتلال الفرنسي. وبعد 44 عاما من المقاومة ضد الجيش الفرنسي، وبالتحديد في عام 1956، تمكن المغرب من تحرير نفسه من الاحتلال الفرنسي، فتمكن من استرجاع أراضيه المحتلة والسيادة على قراراته. ولكن وبعد عودة الملك الجديد للمغرب محمد الخامس من منفاه، أمر على الفور بالاستمرار بتقديم المساعدات والدعم للجزائر التي لا زالت تحارب من أجل استقلالها، وكان لا يفوت فرصة إلا وتحدث عن القضية الجزائرية. أن مما يؤسف له أن هناك أقطار لا يسود فيها السلم والأمن، ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. ولما كان محمد الخامس لا يزال مستمرا في تقديم المساعدات للجزائر بالسلاح والمال والعتاد، اقترحت عليه فرنسا التوقف عن ذلك مقابل إعادة بشار وتندوف وباقي المناطق المغربية الأخرى التي انتزعت منه وضمتها إلى الجزائر. وكما كان متوقعا، رفض الملك المغربي العرض، وقال إن إعادة رسم الحدود بين البلدين لن يكون إلا مع الجزائر المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك اتفاق سري بين المغرب والرئيس الجزائري المؤقت آنذاك فرحات عباس، مضمونه أن الحدود المغربية الجزائرية ستتم مراجعتها وترسيمها بمجرد حصول الجزائر على استقلالها. وأخيرا في عام 1962 تمكنت الجزائر من الحصول على استقلالها رسميا عن فرنسا. والسؤال المطروح الآن: ما هو مصير اتفاق إعادة ترسيم الحدود بين البلدين؟ خلال هذه الفترة تولى الملك الحسن الثاني الحكم بعد وفاة والده سنة 1961. توجه الملك الحسن الثاني إلى الجزائر ليهنئ الرئيس الجزائري الجديد بن بلة بالاستقلال وليذكره بالاتفاق الذي أبرم بين البلدين بخصوص الحدود. لكن بن بلة طلب تأجيل مناقشة هذا الأمر لأن الجزائر أصبحت للتو مستقلة وملفاتها ما زالت مبعثرة، وهي بحاجة إلى وقت لبناء مؤسسات الدولة أولا. فوافق على ذلك الحسن الثاني، إلا أنه لاحظ أنه في كل مرة يفاتح فيها الرئيس بن بلة في هذا الموضوع تهرب الأخير، يماطل أحيانا ويعتذر في أحيان أخرى. فطال انتظار الملك الحسن الثاني إلى أن تراجع الرئيس الجزائري عن الاتفاق تماما. فقرر الحسن الثاني استعادة أراضيه بالقوة إذا لزم الأمر، فاندلعت حرب الرمال بين المغرب والجزائر عام 1963. وبعد أكثر من شهر من الصراع، انتهت الحرب باتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. وفي هذه الحرب قال الرئيس الجزائري بن بلة عبارته الشهيرة: كلمتنا تاع الدرجة، حقرونا يا إخواني، حقرونا. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تطورت الخلافات بين المغرب والجزائر كثيرا، وكانت العلاقات بينهما ولا زالت متوترة. فبعد حرب الرمال حدثت مواقف أخرى كثيرة زادت من التوتر في العلاقات بين البلدين. فعلى سبيل المثال،
ما حدث في عام 1975 عندما دعا الراحل الحسن الثاني إلى تنظيم المسيرة الخضراء لتحرير أقاليمه الصحراوية من الاحتلال الإسباني، حيث توجه قرابة 350 ألف مغربي نحو الصحراء المغربية لطرد المستعمر الإسباني بطريقة سلمية واسترجاع أراضيه الجنوبية واستكمال وحدته الترابية. إلا أنهم تفاجؤوا بخروج الجزائر بتصريحات تتهمهم فيها باحتلال الصحراء الجنوبية وإعلانها الدعم الكامل لجبهة البوليزاريو الصحراوية، الأمر الذي زاد من حدة الخصومة بين الجارتين وزاد من حدة القطيعة بينهما. كنتيجة لذلك، وبعد شهر من أحداث المسيرة الخضراء، نفذت الجزائر طردا قسريا شمل 45 ألف أسرة مغربية أو من أصول مغربية كانوا يقيمون في الجزائر، فبلغ عدد المطرودين نحو 350 ألف شخص، مما سمي بالمسيرة السوداء. وفي عام 1994 عرف المغرب تفجيرات إرهابية في فندق أطلسسن في مراكش، فبعد انتهاء التحقيقات اتهمت المخابرات المغربية الجزائر بتورطها في ذلك، فقامت بفرض التأشيرة على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى أرضها. ففعلت الجزائر الشيء نفسه، كما أغلقت حدودها مع المغرب بشكل كامل، ولا تزال مغلقة حتى يومنا هذا. ترقبوا قريبا الجزء الثاني من الحلقة لمزيد من التفاصيل حول الخلافات الأخيرة بين المغرب والجزائر. دمتم في رعاية الله.